السلام عليكم. النهاردة اعمل معاكم كيكة السميد او كيكة الرواني. هي جامعة ما بين الكيكة والبسبوسة. طريقتها سهلة وهشة وجميلة، بتكون طعمها لذيذ وبتكون مفرولة كده، لا هي كيكة ولا هي بسبوسة، طعمها جميل بصراحة. هبدأ معاكم المكونات. عندي هنا بيضتين، انا البيض عندي بصفرين، ممكن تعملي 3 أو 4 على حسب البيض عندك. وممكن انا ضربته بالمضرب السلك العادي، ممكن لو انت عندك خلاط او عايزه تعملها في الخلاط عادي تمشي، المضرب الكهربائي برضو تمشي. بعدين احط معلقه فانيليا على البيض واضرب كويس. معلقه خل، الخل بيخليها بيقلل زفرة البيض وبيخليها هشه وحلوه. وخلاص ونضرب كويس كويس خالص لما ما عادش البيض يبقى سايب خالص، ما فيش فيه اي تكتلات ولا اي حاجه، يبقى سايب خالص. وننزل بقى بالحاجات اللي عندي. ننزل كوبايه زيت، نص كوبايه زيت عفوا. طبعا ممكن تعمليها بالحليب، باللبن، بالزبادي، او كوبايه سكر. السكر والزيت ونخلط كويس، نقعد نقلب كويس لما ما عادش يبقى فيه خالص اي حبوبات سكر اللي تبينه معاكي. بعدين انا عملتها بالزبادي، حطيت على كوبايه زبادي. الزبادي في الكيكه او في البسبوسه او في كيكه الرواني بيكون حلو صراحه، بيخليها طريه وجميله. وعادي ممكن تستبدلي زي ما قلنا بحليب، اي حاجه زي ما انت عايزه الموجود عندك، بس الزبادي انا بفضله اكتر يعني في الكيكات، في البسبوسه، في كده. خلط كويس خالص. خلاص، وعندي كوبايتين سميد، هنحط كوبايتين سميد ونحرك في الوقت ده. بقى المرحله دي ما بنقلبش كتير، عشان السميد تبقى لو قلبتيه كتير بتتكتم منك البسبوسه او كيكه الرواني، تتكتم منك. وبعدين نص كوبايه دقيق برضو ما نقلبش كويس، وربع كوبايه جوز الهند. بالراحه مش هنحرك كتير. لو عادي انت ممكن تقلبيها بس بتتكتم منك، يعني ما تبقاش هشه معاكي. وقت ما نحط السميد خلاص الحركه تبقى بسيطه. وخلاص، ومعلقه بيكنج باودر، تقلبتين بس، حركه بسيطه جدا. خلاص، بنوقف كده المضرب، خلاص ما عندوش بنستخدمه. وجهز معايا صينيه بمسحها زبده، دهنها زبده، واحط عليها رشه دقيق، وافضي عليها الخليط، او نهبط هبدتين بالصينيه كده عشان ما يكونش فيها فقاعات من داخل تدخلها تهويها وتبوظها. وبعدين في المرحله دي بنسخن الفرن على درجه حراره 180 من تحت بس. وبعدين نولع الشوايه. في الوقت ده بقى هنجهز الشربات معاكم. هنحط كوبايه سكر وكوبايه ميه، ونحرك كويس لما السكر يعني ما عادش باين معانا، خليه يغلي غلوه. وبعدين ننزل عليه بعصره ليمونه. الليمونه لو حطيتيها في الاول بتعمل للشربات مراره شويه. معلش بقى الكاميرا ما كانتش شغاله شكلها وانا بطلعها من الفرن واصب عليها الشربات. بعدين هنا خلصتها معاكم وترشيت على جوز الهند. قطعها بقى زي ما انت عايز، زي ما اتفقنا، وجربوها بنفس الطريقه ويا رب تعجبكم. ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوناش من الاشتراك وتفعيل الجرس. خلاص، هشه وجميله وطريه حلوه صراحه، زي ما قلنا جامعه ما بين الاتنين، ما بين كيكه ما بين بسبوسه. هنا قطعتها معاكم. طبعا لما قطعتها خليتها شويه على الاقل ربع ساعه مغطيه، وبعد كده طلعتها يعني من الصينيه. نفس الطريقه كده، وان شاء الله يا رب تعجبكم. حمرا سواها جميل. مع السلامه.